أنواع الأذى مش اللي بيتقال في وشك، لكن اللي بيخليك تشك في نفسك وتحس إنك الغلطان. التلاعب النفسي هنا بيحصل لما حد يستفزك ويضغط على أعصابك ويوصلك لمرحلة الانفجار ويصورك قدام الناس إنك الظالم وهو الضحية. هو عمره ما هيجيب سيرة الكلام اللي استفزك بيه، ولا هيعترف بالكلام الجارح أو التصرف اللي وجعك. هو هيتجاهل تماما الأذى اللي سببه ليك. هدفه إنه يكسرك من جوه ويخليك تفقد ثقتك في نفسك ويشككك في نفسك لحد ما تصدق إنك فعلا غلطت وتبدأ تبرر وتعتذر، وهو ما يتحاسبش ولا لحظة حتى على الإساءة اللي عملها. الحقيقة إن المشكلة مش في رد فعلك، المشكلة في أسلوبه المؤذي اللي استفزك. رد فعلك كان إنذار إن في حاجة غلط بتحصل ضدك. ما تصدقش قلب الأدوار، اوعى تسمح لحد يشيلك ذنب مش ذنبك. اللي بدأ بالأذى هو اللي غدر. مهما حاول يلبس دور الضحية، في النهاية الحقيقة بتظهر.